النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فطار سهل وبسيط جدا. هتقفي في المطبخ اقل من ساعه واحده هتكوني مخلصه الفطار. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا نص كيلو صدور فراخ على وراك، اي حاجه عندك، صدور وراك اي حاجه متاحه هنشتغل بيها. ومعايا هنا كبده مقطعاه شرايح، طبعا هعمل كبده بالرده. اول حاجه كده هجيب معلقه من الثوم هحطها في بوله، وبعد كده خدت معلقه من هريسه الشطه، وهاخد كمون وكزبره وملح وفلفل اسمر، رشه بسيطه خالص من الفلفل الاسمر ورشه بسيطه من البابريكا، لكن الكزبره والكمون حاطه معلقه صغيره. هنا بقى اخدت عصير ليمونه، لان الكبده طبعا بتحب الكمون والكزبره، بس حطيت ملح خفيف خالص عشان ما يكونش فيه زفار، حطيت فلفل خفيف خالص عشان ما يكونش فيه زفاره. حطيت شويه من الخل وعصير ليمونه، وبعد كده نزلت بشرايح الكبده وهقلبها واسيبها في التتبيله كده لحد ما نفرم الفراخ، وبعد كده نكملها تاني نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص يبقى كده تتبيله الكبده، توم وليمون وخل وملح وكمون وكزبره ورشه بسيطه من الفلفل الاسمر. هنا بقى هنعمل كفتة الفراخ، هنعمل من النص كيلو فراخ ده هنعمل طريقتين من الكفتة. جبت كده بصلتين متوسطتين، خدت عليهم معلقة من هريسة الشطة او الفلفل، هريسة الفلفل، وبعد كده هفرمهم كويس لحد ما ينعموا. وبعد كده هحطهم في مصفى عشان يصفوا المية اللي فيها، علشان الكفتة ما تفكش مننا لازم تصفي مية البصل. هحطها كده في المصفى واسيبها تصفي المية بتاعتها. بعد كده بقى هنفرم الكفتة. نفرم الكفتة كده ناعم، ده معايا كده 100 جرام من اللية او الدهن، اي حاجة متاحة عندك بتخلي الكفتة معاكي جوسي كده وطرية. يعني لو عندك حتة دهنة حتة لية حطيها، فرميها وحطيها. خلاص كده بدأت افرم الكفتة زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم هنطلع من النص كيلو كفتة وصفتين من الكفتة، ومش هنستخدمها كلها كمان. يعني هنشيل منها كمان ايه، نعمل منه مرة تانية جنب اي حاجة. دلوقتي هتكملوا معايا الفيديو هتشوفوا انا هعمل ايه. خلاص كده فرمت الكفتة كويس. بعد كده بقى انزل بمعلقتين من البقسماط. والبهارات اللي هنحطها بقى، حطي اي بهارات بتحبيها. انا حطيت توم باودر وبصل باودر وجنزبيل وفلفل اسمر وكمون وكزبره وبابريكا وملح. بعد كده عصرت البصل، نزلت الميه اللي فيه كويس، وقلبت بقى الكفته كده هعجنها كويس. يعني عايزه تفرموها فرمه كمان افرميها، عايزه تعجنها بقى بايدك اعجنيها. يعني لم العجينه كده كويس. انا هنا بقى هفرمها كمان فرمه كده عشان ايه، ادخل البصل والبهارات وكل حاجه مع بعض. كده بعد ما الكفته بقى اتفرمت زي ما قلت لك، انا حاطه البهارات توم باودر وبصل باودر وكمون وكزبره وفلفل اسمر ومعلقه صغيره من البابريكا والملح. اي بهارات حابه تحطيها بقى في الكفته بتاعه الفراخ، الفراخ بتحب البهارات، حطي البهارات اللي انت عايزه تحطيها. جبت شوكه كده او اي حاجه عندك عايزه تعملي عليها الكفته، بدات اعمل الكفته بقى واصبعها عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين طريقتها سهله وبسيطه. وقلت لك زي ما قلت لك فطار خفيف، مش هتقفي في المطبخ اكتر من ساعه. خلاص كده انا عملت كميه الكفته اللي انا عايزاها. هنا بقى بقيه الكفته جبت كيس من اكياس التلاجة وبدات اخد الكفته زي ما انتم شايفين كوره بالشكل ده كده. هنا بقى احشاها جبنه موتزاريلا. بدات احطها بالجبنه الموتزاريلا وهلف بالكيس كده واضغط لحد ما تلف معايا كويس. بعد كده قفلت الطرف بتاع صباع الكفته. وخلاص كده جاهز معانا. هنا بقى احط اللي هي الموتزاريلا الصوابع، يعني ممكن تحطي موتزاريلا صوابع، وممكن تحطي الموتزاريلا العاديه، اي جبنه متاحه عندك حطيها. الكفته دي جميله جدا. يعني من نوع واحد هتعملي نوعين، وممكن تعملي كمان 3 انواع. ممكن تعملي من نفس العجينه دي كفته داوود باشا. خلاص قفلت كده كويس. كده بقى خلصت كل كميه الكفته. شايفين النص كيلو عامل معانا كميه قد ايه. جبت كده معلقتين من الحليب وخدت عليهم بيضه ورشه ملح ورشه فلفل اسمر. وهقلب الكلام ده كله كويس مع بعض. خلاص كده تمام. جبت بقى طبق فيه شويه من البقسماط، حطيت عليهم معلقه من حبه البركه ومعلقه من السمسم. دي طبعا معلقه صغيره عشان كده بحط معلقتين. وهقلبهم كده كويس. وبعد كده هاخد الكفته اللي احنا حاشيينها جبنه، هنزل بها في البيض والحليب. ولو مش حابه تحطي بيض ما تحطيش، ممكن بشويه حليب، حاجه بس تمسك معاك البقسماط برضو ما فيش اي مشكله. انا كده بحطها مرتين عشان عايزاها تشيل طبقه من البقسماط. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي. هعمل كل الكميه كده بنفس الطريقه، هحطها مرتين في البيض عشان بس تحمل معايا طبقه من البقسماط. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. هنا بقى خلاص انا خلصت الكفته. وزي ما قلت لكم انا ما لقيتش المقطع ده في المونتاج، انا شلت منها طبق ممكن اعمله تاني يوم مع بعد يعني تاني يوم مع طبق بطاطس محمره وشويه مكرونه. مش لازم تاني يوم، يعني في اي وقت من الايام.
خلاص كده انا جبت كده معلقتين من الدقيق عليهم معلقتين من النشا وشويه من الرده، وهبدا اتبل الكبده بقى. هنا بقى انا حاطه نشا عشان يخلي الطبقه كريسبي كده، وفي نفس الوقت النشا والدقيق هيفتح معاكي اللون. لو حطيتي رده بس كده هيبقى لون الكبده غامق جدا. فانا حطيت معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق وشويه كمون وشويه ملح على الرده، وخلاص هي دي التتبيله بتاعت الكبده. ده الكفر اللي احنا هنحط فيه الكبده. الكبده طبعا قعدت حوالي تلت ساعه، بس الوقت اللي انا فرمت فيه الكفته وجهزتها، ممكن تسيبها نص ساعه. بعد كده بقى هعمل الرز. رحت في حله كده على النار، حطيت فيها شويه من الزيت، حطيت بصلايه صغيره مبشوره، وحطيت معلقتين من السكر، ونزلت بقى كده بحبهان وقرنفل وعود من القرفه وكبابه صيني، وخدت معلقه صغيره من الكركم. بس طريقه الرز دي جميله جدا، انا ما بغيرهاش. وخدت كده شويه من الفلفل الاسمر. بعد كده هنزل بمعلقتين صلصه، هشوح كله كويس كده مع بعض. يعني حطيت قرنفل وكبابه صيني وقرفه. بعد كده غسلت كوبايتين من الرز البسمتي وهقلبهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنزل عليه بالميه. بقى في رز بسمتي بياخد على كل كوبايه كوبايه ونص، وفي نوع من الرز البسمتي بياخد كوبايتين حسب نوع الرز بتاعك. نزلت بالملح وهغطي كده. انا مش بعاير الرز ولا الميه، بس انا بقول لك بس على المقدار اللي انت ممكن تعمليه. حطيت الميه كده اسيب الرز يتشرب الميه بتاعته. مجرد ما يتشرب الميه ههدي على النار. بعد كده جبت طاسه حطيت فيها شويه من الزيت. اي مكسرات عندك بقى عايزه تعملها للرز اعمليها. هنا انا حطيت شويه من الفول، وهنزل عليهم كده بشويه من الزبيب، وهقلبه وهطلعه كده على منديل مطبخ. وكده خلاص الرز جهز معانا. خلاص شايفين ده الزبيب والفول. جبت طاستين هشتغل فيهم. طاسه حطيت فيها شويه صغيرين خالص من الزيت، وهنزل بالكفته دي. الكفته دي مجرد ما بتاخد لون بتقلبها على الجهه التانية في شويه صغيرين خالص من الزيت، وممكن تدخلها في صينيه الفرن، بس انا بحب اعملها كده في طاسه على البوتاجاز. بحس ان الفرن بينشفها، لكن لما بعملها في الطاسه بتكون طريه. وهنا بقى الكبده انا حطيتها في الزيت. مجرد ما بتاخد لون بقلبها وخلاص بنخرجها من الزيت. شايفين بقى الكفته واخده لون ما شاء الله جميل ازاي. خلاص كده قلبنا الكبده. مجرد ما تاخد لون هنخرجها من الزيت عشان ما تنشفش قوي معانا. خلاص كده تمام. هطلع بقى دي من الزيت وهنزل بباقي الكميه. والكفته كمان جهزت معانا. بقلب بس على الجهه اللي لسه ما خدتش لون، بديلها لون على كل الاتجاه زي ما انتم شايفين. ال 100 جرام ليا اللي احنا حاطينهم ما شاء الله كانوا مخلين الكفته طريه وجوسي خالص، وكان طعمها في نفس الوقت جميل جدا. كده هنا خلاص انا خلصت الكبده. جبت كده طاسه وحطيت فيها شويه من الزيت. ودي الكفته اللي احنا حاشينها جبنه. مجرد برضو ما بتاخد لون بتقلبها على الجهه التانية، وخلاص كده خلاص الكفته جهزت معانا. طبعا انا عملت الكفته دي ونسيت ان انا افتح واحده خالص، لان كان المغرب خلاص اذن، فكنت مستعجله شويه فما فتحتش كفتها معاكم. كانت ما شاء الله مطه الجبنه فيها كانت كبيره جدا، وكانت في نفس الوقت طعمها حلو. هنا بقى انا نزلت بشويه سمبوسه كده مكان كفته الفراخ، لان دي سمبوسه حاشيها برضو فراخ، فهحمر كده كام واحده. طبعا انا عملت فيديو السمبوسه ده معاكم برضو، هتلاقيه موجود على القناه بثلاث حشوات مختلفين. خلاص كده انا خلصت عبيت السمبوسه، وكده خلاص الكبده كمان خلصت، والكفته كمان حطيتها في الطبق بتاعها، وغرفت الرز. ودي كانت وصفه النهارده. شايفين بقى الرز بقى احط عليه المكسرات اللي هو الزبيب والفول. وده كان فطار النهارده زي ما قلت لك، اقل من ساعه هتكوني مجهزه الفطار. فطار سهل وبسيط وخفيف في نفس الوقت. دي كانت وصفه النهارده، يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.